عملت تحديث ال One UI 7، حصلت معاك مشاكل وقلبت على حلول كتيرة، ووصلت ان الحل النهائي للمشاكل دي انك تعمل اعادة ضبط مصنع او فورمات لموبايلك. ولقيت ان الموضوع ده عشان تاخد باك اب وتعمل نسخ احتياطي وبعدين تعمل فورمات وترجع النسخة، انت محتاج على الاقل كمبيوتر او لابتوب او فلاشة عشان تعمل عليها النسخ الاحتياطي، وانت ما عندكش ولا حاجة من دول وخلاص لبست في الحيط. طب ايه بقى، هنقعد كده بمشاكلنا دي ونستحمل موبايلنا بمشاكله اللي احنا مش عارفين نستحملها دي؟ خلاص بقى مفيش حل. لا مفيش حل ازاي؟ انا رحت فين؟ تعالى خليك تعمل باك اب او نسخ احتياطي لموبايلك وتعمل فورمات وترجع النسخه الاحتياطيه تاني، موبايلك يبقى زي الفل ومن غير فلاش ولا كارت ميموري ولا هارد خارجي ولا اي جهاز يوصل بالموبايل. احنا مش محتاج غير موبايل بس كده على بعضه بس، مش عايز حاجه تاني، موبايل وانترنت. طبعا احنا برضو هنستخدم سمارت سويتش، احنا هنستخدم إيه غيره؟ ده احسن تطبيق يعمل اللي احنا عايزين نعمله دلوقتي. طيب هنعمل ايه بقى؟ احنا معناش بقى يو اس بي، معناش موبايل تاني نقول له حاجه. هنعمل ايه دلوقتي؟ بكل بساطه، شايف السحابه اللي فوق دي؟ انت هتدوس لي عليها، هتلاقي كلمه زرقاء كده، هتدوس لي عليها بتاعه الباك اب، وتعالى اوريك هنعمل فيها ايه. طبعا الحته فاتت دي انا عديتها عشان ظاهر فيها بيانات حساسه يعني، فانت هتدوس وتوصل معايا لحد هنا. الموضوع بسيط. زي ما انت شايف دلوقتي الموبايل بيحمل عشان يشوف ايه البيانات اللي هو محتاج يرفعها عشان تعملها نسخة احتياطي. طيب هل دي كل البيانات الموجودة على الموبايل؟ كل البيانات الموجودة على الموبايل. تعال بص معايا انت بنفسك كده، هترفع كل حاجة وكاتب لك مساحتها تحتيها. هترفع فيديو، هترفع ايمج، ترفع صورك، ترفع الاوديو، ترفع الدوكيومنت اللي عندك، التطبيقات، كل حاجة موجودة على موبايلك هي هيتعمل لها باك اب او نسخ احتياطي على سامسونج كلاود، اللي هو السحابة بتاعة سامسونج. طب ازاي الكلام ده وازاي كل حاجة بتترفع وانت الخلفية اللي عندك عن الحتة دي انها بترفع مكالمات وسجلات والحاجات بس الخفيفة اللي ملهاش اي علاقة بالبيانات الضخمة بتاعتك؟ فعلا هو بيعمل كده، لكن الطريقة دي انك تدخله من هنا، هم متيحين ليك الطريقة دي. طيب هل الكلام ده عملي؟ عملي، ولكن محتاج تفهم كام نقطة عشان ما تضيعش الداتا بتاعتك. فانت تركز معايا بقى عشان ما تضيعش الداتا بتاعتك. في كام نقطة لازم تفهم. الباك اب اللي انت بتعمله هنا بياخد كل حاجة على موبايلك، بياخد كل حاجة على موبايلك، لكن لازم تبقى مركز انه لمدة معينة، لمدة 30 يوم. يعني ما تجيش تعمل لي باك اب لحاجات وتيجي بعد مثلا شهر واثنين وثلاثة انت عايز تاخد، لا. الباك اب بيبقى لمدة 30 يوم، حاجة كده مؤقتة، وتسترجع الباك اب ده خلال 30 يوم. وطبعا ده كافي جدا للغرض اللي احنا عايزينه. احنا كده كده اصلا مش هنستنى 30 يوم، انت هتعمل الباك اب النهارده، هتعمل الفورمات النهارده، وهترجع الباك اب بتاعك تاني برضه النهارده. فاحنا ما عندناش اي مشكله في الحته دي. طيب هل ده ليه ليميت معين او ليه عدد من الجيجات معينه اللي انت ترفعها، ولا اي حاجه براحتك ترفعها؟ اي حاجه براحتك ترفعها. اي حاجه موجوده على موبايلك مهما كانت مساحه موبايلك ايه هترفعها. لكن عشان الموضوع ده يبقى عملي وما يقرفكش، انت محتاج هنا حاجه مهمه. سرعه الانترنت عندك لازم تبقى سرعه محترمه، مش هقول لك يعني سرعه صاروخيه، لكن على الاقل تبقى سرعه الابلود عندك كويسه، لانك انت هنا بتعمل ابلود وهترفع بياناتك كلها اللي موجوده على الموبايل على سامسونج كلاود. فاحنا محتاجين سرعه الانترنت هنا تبقى كويسه. ناحيه بقى انك ترجع الباك اب بتاعك، فده سهل جدا، انت بتعمل داونلود، فسرعه الانترنت عندك يعني لو كانت معقولة فالموضوع هيبقى كويس جدا، مش هتواجه معايا مشكلة. تاني حاجة بالنسبة للدول أو الناس اللي عندنا هنا زي في مصر، الباقة بتاعتها محدودة بتاعة الإنترنت. لو الداتا بتاعتك كبيرة فوق 100 جيجا 200 جيجا فاعمل حسابك إنك هتخلص الباقة بتاعتك عشان تعمل فورمات للموبايل. بس معلش يعني هو ده المتاح دلوقتي. فالطريقة دي آمنة وبياناتك في أمان وكل حاجة ما تقلقش، وده سمارت سويتش، يعني دي أكتر أداة امنه ممكن تعمل بيها كده وتحافظ على بياناتك وهترجع لك كل حاجه مترتبه على الموبايل زي ما هي. طبعا انت لو شايف ان في حاجات في البيانات دي هي مش مهمه بالنسبه لك، عايز تشيلها عشان توفر معاك مساحه، تمام. شوف انت ايه اللي يهمك في البيانات بتاعتك وعايز تاخدها وتعمل. تعمل بقى فورماتك، هترجع تسجل دخول على موبايل بسامسونج اكونت. بعد ما تدخل السامسونج اكونت هتفتح سمارت سويتش وتخش برضه على السحابه دي، وهتعمل بقى المره دي بدل ما باك اب هتعمل استعاده. هتلاقي النسخه بتاعتك موجوده بالحجم والتاريخ الموجود، وهتنزل معاك، وبعد ما تنزل هتلاقي موبايل رجع طبيعي جدا، كل داتك عليه، كل بياناتك عليه، كمان عملتك فورماتك فخلصت من مشاكل التحديث. طبعا دي كانت اسهل طريقه ممكن تعمل بيها فورمات. ولا عايز تعرف ايه اقوى المميزات اللي موجوده في تحديث الوان يو اي اللي هو عرفنا وعاملين مشاكل كتير ده؟
فممكن تشوف الفيديو ده من هنا. مع السلامة.